السلام عليكم، انا محمود عمر مستر عريش، وكالعاده الفيديو ده طالع من دبي. في الفيديو دوت هقول لكم ازاي عملت حساب في بنك الامارات الاسلامي. هعدي الانترو وهقول لك عملت ايه. رجعت لكم تاني. بالنسبه لموضوع ان انت تعمل حساب بنكي هنا، انا واحد من الناس بيكره يروح بنك، يروح مؤسسة حكومية، يروح أي حتة في الحر. أنا بموت من الحر، يعني أي حاجة فيها حر. أنا بصور لكم دلوقتي حاسس إن أنا بستشهد. يعني هعمل لكم الفيديو دوت وهروح أقعد أشرب حاجة في برج، سوري مش في برج برج خليفة، إيه، جنب برج خليفة دبي مول. مش عارف بقى برج خليفة الواحد ممكن يطلع، يعني في مطاعم في الدور مش عارف 11 و15، يعني ممكن تطلع عادي تشرب حاجة أو تروح مطعم يعني. مش لازم تطلع بس الدور الاخير، مش عارف هو 350 درهم عشان تطلع. المهم خلينا في موضوعنا. بالنسبه لموضوع الحساب البنكي، انا دخلت على الابلكيشن، اول دخلت على الويب سايت بتاع بنك الامارات الاسلامي، عملت طلب ان انا عايز اعمل حساب بنكي. بعت ايميل، تاني يوم كلموني، هم اتصلوا بيا، قالوا لي هنبعت لك ايميل بالحاجات اللي احنا عايزينها، وسالوني كام سؤال. قالوا لي انت مرتبك قد ايه، معدي 3000 درهم ولا لا؟ قلت لهم ايوه مرتبي معدي 3000 درهم. هو مش معدي 3000 درهم، هو يا دوب محصل ال 2000 ل 2000 وشويه. فهم هيسالوك كده، هيقولوا لك بعد كده انت لازم الحساب بتاعك يفضل فيه 3000 درهم، لان هيتخصم منك كل شهر حوالي 40 درهم ولا مش عارف ايه كده. يعني حاجات اداريه، يعني مصاريف اداريه وكده. قلت لهم اوكي ما عنديش مشكله. المهم بعتوا لي قالوا لي احنا عايزين صوره الاي دي، اللي هو الاميريتس اي دي، البطاقه الاماراتي يعني، الفيزا ديت اللي هي بتبقى موجوده في الباسبور. انا طبعا الشغل عمل لي فيزا عمل، كنت جايب فيزا سياحه وهو غيرها لي من فيزا سياحه لفيزا عمل، عمل لي تعديل واضح. بس كده بعت لهم. كان الايام دي ايام عيد او حاجه زي كده بعد رمضان، فالموضوع بتاعي طول شويه، فكان اجازه العيد، وبعد العيد راح بعتوا لي قالوا لي اوكي هنبعت لك حد. بعتوا لي حد خد مني الاوراق ديت، وخد مني سيجنتشر، خد مني توقيع. وبعد التوقيع قال لي خلاص انتظر تليفون او انتظر ايميل من البنك عشان يقولوا لك ازاي تستلم الكارت. يعني بالنسبه لموضوع الكارت اتصلوا بيا، انا مش مصدق طبعا موضوع الاهتمام دوت والخدمه في الامارات هنا. الخدمه يا جماعه، السيرفيس في الامارات هنا رهيبه. فبالنسبه لموضوع الكارت او كارت الفيزا يعني، قالوا لي اتصلوا بيا قالوا لي تحب يجي لك فين؟ فاديتهم العنوان بتاعي. قالوا لي خلاص احنا هندي رقمك لحد من موظف البنك، هو هيجي لك ويتصل بيك. اتصل بيا، قلت له انا هبقى موجود في المكان الفلاني يوم كذا الساعه كذا. جالي خد مني توقيع الاستلام، وشاف الاميريتس اي دي بتاعي ان هو انا الشخص دوت صاحب البطاقه، صاحب كارت الفيزا يعني. وقال لي اتفضل شكرا متشكرين وماشي. فعلت الحساب وشغلته على جوجل باي كمان، وكل حاجه في يوم واحد، ما انتظرتش يعني اي حاجه. بس كده موضوع البنك سهل جدا، سهل جدا قوي ان انت تعمل حساب بنكي. وصراحه انا ما شفتش اي مشاكل مع البنك دوت من ساعه ما فتحت، يعني ما واجهتش اي مشكله. فانا برشحه صراحه، بنك الامارات الاسلامي. شكرا ليكم. السلوجان بتاعنا العريش تسلم وتعيش. تحياتي.